السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير. الفيديو ده اتأخر عليكم انا عارفة، بس سامحوني كان عندي ظروف صعبة ان انا انزل فيها فيديوهات الفترة دي. وطبعا صوتي واضح، البرد باين علينا، احنا من تاني يوم العيد تقريبا تعبانين، بس الحمد لله. كل عام وانتم بألف خير، ربنا يديكم الصحة يا رب. طبعا الفيديو بيتكلم عن نفسه، الرنجة والفسيخ. بص بقى، اللي زي كده بيحب ياكل الرنجة والفسيخ في سندوتشات يتفرج عليا لاخر الفيديو، لانه بجد روعة وتحفة. انا بدأت كده اشتغل في الفسيخ. بصوا بقى الآلة التقشير اللي معايا دي خرافة تحفة، ما بتخليش قشرية تطير كده في الجو ولا تطلع بره، بجد حلوة قوي قوي. جربوها في السمك، في الفسيخ حلو جدا بجد حرفيا يعني. بصوا بقى، انا هنا هبتدي اخلي الفسيخ. انا اول مره صراحه اعمله بالطريقه دي، ان انا اخلي الفسيخ عن الجلد. انا الاول كنت انضفه زي ما انتم شايفينه كده، وزي ما هو احطه في الطبق واعصر عليه ليمون وخل، وكان بقى كله بيشتغل مع نفسه، وكل واحد معاه المعلقه بتاعته ويخلي بيها. طبعا الشوكه دي ما بتترميش، دي تتمصمص كده على روقان. انا هنا خليت الفسيخه بتاعتي وبقى من الشوك طبعا، وهبتدي بقى ايه اقصقصها. بيبقى فيه شوك في الجناب كده، ده برضو تحاولوا تشيلوه، تخلي بالكم منه علشان ما يضايقش اللي بياكل. طبعا خلي الفسيخ ده لذيذ قوي بقى وسهل في اكله كده مع العيش. اوان بتاخديه ما بيبقاش فيه ايه لغوصه كتير كده، ولا اي زفاره تاثر معاكي في ان انت تقعدي بقى ايه تشيلي حته حته من الجلده، بتبقى متعبه. انا هعملها ازاي بقى؟ بصوا، انا بعد ما بشيل الشوك اللي هو في الجناب الرفيع دوت، ببتدي بقى امسك طرف الجلد بتاع الفسيخ كده، وبالمعلقه اقعد ايه اجرد اللحم بتاعه بالراحه كده، هيطلع معاكي في منتهى السهوله. بس بجد عايزه اقول لكم بجد فعلا هي طريقه حلوه جدا، بس فيها عيب واحد، ان هما بيخلصوا الفسيخ بسرعه. على عكس ما بتشيلي كده بتحطيه مع الجلد وهم يشتغلوا بالطريقه دي، بيزهقوا ويقوموا قوي. المهم، انا عملته. بص الجلده طالعه زي ما فيهاش قطعه لحم، اللحمه طالعه صافيه معاكي تحفه. هعمل الكميه بتاعتي. طبعا انا كنت جايبه مش اتنين، انا جايبه اكتر من كده، بس انا حبيت اوريها لكم بس قدام ايه الكاميرا عشان ما اطولش معاكم الفيديو بقدر الامكان. انا هنا هعمل خلاص الكميه بتاعتي عملتها، ونعصر بقى عليها الليمون والخل بتاعنا وشويه الزيت، ونركنه بقى ايه كده على جنب على ما نبتدي نعمل الرنجه. بالنسبه للرنجه بتاعتي يا جماعه، انا عايزه اقول لكم انا في الاول كنت بعملها الطريقه العاديه جدا، ان انا ممكن امشيها على النار كده اشوحها، او احطها في طاسه فيها معلقتين زيت واقلبها ايه شمال ويمين. بس في ناس بصراحه اكتر من حد كلمني قال لي لا جربيها ان انت ما تستخدميهاش في النار اصلا، لان الرنجه نفسها هي مدخنه، هي دخلت فرن واخدت طعم الدخن، فانت بتضيعي كل ده. المهم انا عملت زي ما قلت كده، فعلا شديت الجلد بتاعتها طلعت في منتهى السهوله. عايزه اقول لكم بقى فعلا طلعت تحفه، ان انا ما احطهاش على النار بجد طلعت خطيره، ما بتتهرش مني بسرعه. يعني الاول كنت اعملها واحط معاها السلطه على طماطم وفلفل وبقدونس والطحينه، وعماله اقلبها كانت تتهرى مني. لكن لما جربتها بالطريقه دي بصراحه اللحم كل قطعه لوحدها تحفه، ما اتهرتش مني نهائي. بالنسبه للناس بقى اللي تقعد تقول يا فسيخ ورنجه وايه ده وبتاكلوا الحاجات دي ازاي، عايزه اقول لكم الناس اللي ما بتحبش الفسيخ والرنجة والفسيخ بالذات ما عندهمش جينات يعني مصري قدماء المصريين. عايزه اقول لكم الفسيخ ده فعلا، يعني قدماء المصريين زمان كانوا بيملحوه ويشيلوه كنوع من يعني زي ايه بيحفظوه لمدة طويلة عشان يستخدموه، لكن ما كانش القصد ان هم ياكلوا السمك كده. ده كان حفظ السمك بالطريقة دي وقتها. لدرجة انه يقال والله اعلم ان في بعض المقابر اللي كانوا بيكتشفوها للقدماء المصريين كانوا بيلاقوا فيها الفسيخ ده موجود ومحطوط كده في اواني ليهم خاصة، لان هو طبعا بيبقى عندهم اعتقاد ان هم بيسيبوا الحياة دي بيروحوا لحياة تانية، وان هم اوانيهم وكل حاجة بتتحط معاهم عشان بيروحوا مكان تاني بيحيوا فيه. فكان دايما الفسيخ ده عندهم بيحفظوه يعني السمك البوري عامة او الدبار كان بيتحفظ بالطريقه دي. يعني دي حاجه كده من ايام القدماء المصريين، فلما بيحبش الفسيخ يعرف ان الجينات بتاعته ما فيهاش قدماء مصريين. احنا يعني انا وبنتي وزوجي وحماتي فينا جينات قدماء المصريين، لكن ولادي الاتنين الصبيان ما عندهمش الجينات دي، لان ما بيحبوش الفسيخ خالص.
المهم بصوا اكله روعه بجد يعني. انا يعني بعشقها. انا لو هاكلها كل يوم كده انا مش هزهق منها ومش هقول لا مش عايزه. المهم عشان ما نطولش مع بعض في الكلام وتزهقوا مني، انا هنا خلصت الرنجه. بصوا قلبتها ما اتهرتش تماما، خرافه بجد يا جماعه. اتمنى تجربوا الطريقه دي، ان شاء الله هتعجبكم. انا كده بقى خلصتها وخلصت كنت طبعا الفسيخ. نيجي بقى للطقوس بتاعتي انا بقى اللي انا بعشقها دي بصراحه. عملت ساندوتش من البطاريخ الرنجه، وساندوتش من الفسيخ. دي بقى كانت خلاص انا كده عملتها وظبطتها، كانت جاهزه للغدا. فهاجي بقى اعمل الغدا بتاعي انا بقى على جنب بقى ايه. قطعت بصل وفلفل وطماطم، ويا سلام لو الفلفل يبقى حامي كده حاجه روعه. وبتعملي بقى رقه بصل وطماطم وفلفل، وتحطي بقى ايه البطروخ كده على جنب، والفسيخ بنفس الطريقه. حابه ترشي على البطروخ رشه طحينه بسيطه مفيش مشكله، عايزاها زي كده بيور برضه مفيش مشكله. ده كان فيديو النهارده، اتمنى يعجبكم واتمنى تجربوا الاكله دي. واللي ما بيحبش الفسيخ يا جماعه جربوه بجد مش هتندموا، هتبقى زي احمد حلمي كده لما كان قرفان منه في الاخر ما شاء الله ما كانش عايز يقوم. اتمنى الفيديو يعجبكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كل عام وانتم بالف خير يا رب.